السلام عليكم. اليوم عندنا وصفة تاع كاشير منزلي صحي وخفيف، خاصة في الفترة هذه رانا معتمدين بزاف على لي ريبا فروا ونخافو نشريو كاشير من برا حالات التسمم اللي رانا نسمعوهم بزاف خاصة في الصيف. اول حاجة راح نحتاجو نصف صدر تاع سكالوب ولا الشي اللي كان عندنا في الدار، ما يهمش الكمية. نحتاجو زوج بيضات، نحتاجو نصف فنجان من الماء لاني راح نستعمل دقيق الحمص وتعرفوا اللي بزاف يشرب الماء. عندنا لي زيبيس، راح نحتاجو ملح، كزبر، فلفل احمر، شويه تاع هريسه، وهذه تبقى حسب الذوق تاع كل واحد وش يحب يدير. في الوصفه هذه كاع راح نستعمل الحمص، هذه راح تكون مفيده بزاف الناس خاصة اللي عندهم حساسية الجلوتين، ولا الناس اللي راهي دير في الريجيم وتحسب في الكالوري تاعها حابة تطيح في البوا ولا تحوس على حاجة هذه راح تكون بزاف بزاف مناسبة. كي نكملو نرحيو لاباط تاعنا، نوجدو البابي فيلم ندوبليوه على زوج ونحطو العجينه تاعنا في النص، نحلوها بلا سباتول بيان، ومن بعد نحطو في نصها شويه تاع فلفل مخلل حار. راح ندير ثاني شويه تاع زيتون، وهذه الحاجه تبقى اختياريه، تقدروا ديروا فيها زروديه، تقدروا ديروا فيها فرماج، كل واحد وحسب ذوقه. نسيه كيفاش نزيرها بيان جوانب ونشكلها على شكل الكاشير التقليدي، ونزيد نعاود ندوبلي لها بالالومنيوم. ونحتاج هنايا اني نجيب كيردون وندير شويه ثقابي باش نخرج الهواء اللي داخل ما يتشوهليش الشكل تاعها ويدير لي بزاف تاع حفر. من بعد قبل ما نحطوها طيب نحطو شويه تاع ماء يسخن باش ما نحطوها نحسبوا لها نص ساعه، با بليس ما نزيدولهاش ماشي كيما الوصفات الاخرين، لانه كي نحطوها نص ساعه راح نخرجوها نستناوها باش تبرد وراح تبقى في الالومنيوم وتبقى تطبخ على السخانه تاعها، يسمى راح طيب وبزياده. ما كان لا نخليوها فوق النار وكي نزيدو نجبدوها نستناوها باه تبرد راح طيب لنا فوق اللازم. كي نستناوها تبرد نجبدوها ونقطعوها. انا هنايا غلطت وتسرعت شويه قطعتها وهي سخونه، مي معليش ماهوش مشكل، ولكن كي تكون بارده راح يجي التقطيع تاعها اسهل واسهل. انا هنايا راح نقدمها مع فطائر العدس الاحمر، راح نقدم الوصفه نتاعها ان شاء الله في الفيديو القادم. مفيده بزاف الناس اللي راهي تتبع في السعرات تاعها والناس اللي حابه دير ريجيم صحي. كاين ثاني فطائر تاع الحمص، وكل واحد وحسب الرغبه تاعو قدموها كما حبيتو نتوما. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، وسلام.